بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحب نقدم روحي للشعب التونسي. اسمي محمد بن حامد بن عمر بالخيرية، صاحب بطاقة التعريف الوطنية الصادرة بتونس بتاريخ 10 مارس 2005 تحت العدد 0414 56 28. أنا توجهت لي التهمة عام 1987، تتهمت بتفجيرات سوسة والمستير، وقامت جريدة الصباح بتاريخ 3 سبتمبر 1987 بنشر الخبر ونشر اسمي على الجريدة بتهمة التفجيرات. نحب نضيف بعض التفاصيل اللي كيفاش معناها وقتها تشدنا وشكون شدنا وين شدونا. واحنا وقت اللي صارت التفجيرات في الليلة الفاصلة بين 2 و 3 أوت 1987، أني واحد من الناس، أني وقتها مجدود في الداخلية عندي أكثر من شهرين ومعزول على العالم. تشديت نهار 6 جوان 1987. فهمت؟ وك الاعترافات هذيك بتاع الشهيد محرز بودقة، اخزروا للفيديو كيفاش الشهيد محرز بودقة سكت وخزر على جنب وقتها ورا الكاميرا. زين المجرمين بن علي هدد فيه باش يقول الكلام اللي قالوا في الداخلية، فهمت؟ واللي قالوا تحت اثار التعذيب. نزيدكم معلومه اخرى، امشيوا للفيديو بتاع شهيد محرز بودقة اللي وقتها يشرح يصور في المتفجرات، وقتها اللي يصوروا فيه وهو يمد يده وتنفجرات. كان ممنوع حتى باش يلبس سوريا نص يد، وقت اللي كانت ايده، فهمت؟ راهو في طنبك اوت محرز بودقة لابس سوريا ايد كامله، ما فيهاش مش كان ممنوع حتى في لبسته، فهمت؟ هذيك كانت ماهيش مقصوده، كانت تخفي وراها اثار تعذيب باش ما يطلعش، باش ما يتشافش التصويره بتاعه كونه هو معناها عليه اثار التعذيب، فهمت؟ هو هذيك بالنسبه للمجموعه الكل اللي تهموها بالتفجيرات، هي وقتها بكلهم محجوزين قبل عمليه التفجيرات، ما عدا الشهيد محرز بودقة. الشهيد محرز بودقة اللي تشد نهار 3 أوت بعد التفجيرات،